ليه المطابخ في أمريكا بتبقى مكشوفة على الصالة؟ هتلاقي إن المطبخ هنا ملوش باب، ملوش حيطة بتقفله. هل ده علشان شكل عصري ولا أسلوب حياة مختلف؟ اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. الحقيقة إن التصميم ده طالع من طريقة عيشتهم هنا. أولا البيت معمول للمعيشة مش علشان الضيوف. في ثقافات كتير المطبخ منطقة خدمة، لكن في أمريكا الطبخ أو المطبخ ده جلب البيت. شكلك فاهم يا نصة. فالطبخ جزء من الحياة اليومية، مش لازم يكون في مكان مخفي أو مكان متداري عن البيت. هو هنا بيبقى مفتوح، بيبقى فيه حركة كتير. في مصر مثلا تلاقي ان الضيف مثلا كمثال، الضيف لما بيجي بيجهزوا له الاكل فبيقوم يقعد على السفرة خلاص هياكل تمام، الا لو كان حد قريب يعني مش غريب. هنا مش بيعزموا ناس غريبة، فتلاقي دايما اللي معزومين جزء من العيلة، افراد العيلة نفسهم. فتلاقي في تعاون، حتى لو ناس مثلا بتجهز اكل ولا حاجة تلاقي حتى لو الضيف موجود بيقوم يجهز معاهم، بيحط معاهم الأكل، بيشارك معاهم. فحياة المشاركة هنا مع مطبخ المفتوح بتبقى أسهل بكتير. فبالتالي هتلاقي الشخص اللي بيطبخ بيكون جزء من العيلة مع الضيوف مثلا الموجودين بره، بيقدر يشارك معاهم الحوار ويشوف أطفاله كمان وهو مثلا بيطبخ، فما بيبقاش معزول عن البيت، بيبقى معاهم عادي، هو بس موجود في المطبخ بس عايش معاهم. نقطة تاني كمان، المطابخ المكشوفة أو المطابخ المفتوحة بتدي إحساس بالمساحة أكبر، بتدخل ضوء كمان من أماكن أكتر، وبتدي حركة أسرع وسلسة من لما يكون مطبخ معزول. نقطة تانية، في أمريكا الأكل هنا بيكون معظمه أكلات سريعة، فبيعتمدوا أكتر حاجة على الفرن، الميكروويف، خلاط مثلا، حاجات بسيطة. مش بيعتمدوا زي الأكل الشعبي أو الأكل الشرقي اللي عندنا، اللي هو معتمد على تجهيزات وطبيخ ورواح كتيرة. فتلاقوا عندهم ان المساحة المفتوحة والمكشوفة مساعدهم في كده، تسخين ميكروويف على طول على السفرة، الدنيا بسيطة. حتى كمان في مصر لما حد يجي مثلا في الوقت الحالي يقول لك انا هعمل مطبخ مفتوح وكده، يقول له هتعمل مطبخ امريكاني، احنا واخدين الثقافة دي من عندهم هم هنا. يعني هو المطبخ مشهور بالشعب الامريكي اكتر. فتلاقي تصميم المطابخ عندنا في مصر تلاقيه مقفول شوية علشان الضيوف، علشان لو ريحة، علشان الشكل كمان. يعني بيبقى اي حاجة، اي كركبة خاصة بالمطبخ جوه. نقطة أخيرة عايز أقولها، المطبخ المكشوف مش ميزة أو عيب، هو بس مرتبط بأسلوب معيشة معين. قولوا لنا بقى في التعليقات، أنت بتفضل بوجهة نظرك المطبخ المكشوف أو المطبخ المقفول؟ يا عم فيجاني، احنا معانا فلوس اصلا نعدي بيها الشارع، الموضوع ده عايز مصاريف. عندك حق يا سيكا.